السلام عليكم. اليوم عنا حلا حبات القهوة. مقاديره وهي 4 كاسات طحين منخولين، كاس الزيت نباتي أو عباد الشمس، عنا كاس السكر بودرة مطحونة، 200 جرام زبدة، بيضتين، 3 معالق كبيرة كاكاو، عندي باكنج باودر معلقة أو معلقتين وسط، عندي كمان قهوة النسكافيه معلقتين طعام أو 4 من هاي، عندي فانيليا نوعين، بدك بودرة بدك سائل. أنا راح أستعمل السائل، أخذ منه بعض النقاط. إذا كانت بودرة خدي منه معلقة طعام كاملة، لأنه في عندك البيض كتير زنخ، أو رشي نص معلقة فانيليا ورشي معها رشة ملح حسب ما بتحبي. أنا حطيت البيضتين كسرتهم، معهم كاسة الزيت، معهم كاسة السكر البودرة المطحون، معهم كمان الزبدة 200 جرام، مع معلقة وسط فانيليا سائل. هلأ بدي لازم أخفقهم مع بعض. بعد ما خفقتهم بدي بحط الطحين فوق البيض والزبدة والزيت. أنا ناخلته للطحين، بدي أنخل الكاكاو مثل ما انتم شايفين، كمان القهوة النسكافيه، كمان الباكنج باودر، وبحط الطحين هلا فوقها. 4 كاسات طحين أنا قلت، وبخفقها على أقل من مهلي. أنا خفقتها للحلوة هلا تبعت القهوة. بدي بنزلها هون وبتركها تقريبا ربع ساعة، بعدين بساويها وبشويها بالفرن. القهوة صارت على هذا الشكل العجينة، بدي اتركها تقريبا ربع ساعة. بغلفها وبتركها ربع ساعة، برجع عليها وبكورها مثل حبات القهوة. أنا تركتها تقريبا نص ساعة أو أكتر. بدي ساوي الحلل القهوة أو بسكويت القهوة. باخد كرة مثل هيك، بكورها على نفس الشي على هذا النموذج، أحاول أعملها مثل حبات القهوة. بحطها هون، باخد عودة وبضغطها مثل ما انكم شايفين. إذا ما عندك من هاي الأعواد فيك تساوي بالسكين حسب ما بتحبي. كمان وحدة. هاي هي طلعت معي حبات القهوة مثل ما انكم شايفين. هلا بدي احطها على درجة حرارة 170 أو 150 من فوق وتحت، تقريبا تاخد معي 10 دقايق. طبعا فيك الصغرية فيك تكبرية مثل ما بتحبي. هلا بدي احطها بالفرن. هاي هي عندي صارت بسكويتات القهوة وحبات القهوة جاهزة. صحة وعافية من مأكولات بنت الفرات.